السلام عليكم. انا طبعا ما جيتلكش امبارح وما طلعتش ما اتكلمناش مع بعض خالص امبارح، بس معلش سامحني. وما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير وتعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. خلينا نبدأ حلقتنا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هنتكلم عن فيوتشر اللي عمل ريمونتادا عظيمة امبارح، اللي لعب أداء حلو جدا، بس كان فيه شوية عيوب يعني من وجهة نظري اللي أنا شفتها، إن كانت الفرقة بعيدة عن بعض، وده اللي أخر فيوتشر في العودة. يعني اللي أخر فيوتشر إنه يرجع الماتش المسافة البعيدة اللي بين لاعيبته. لما المسافة دي بدأت تقرب، فيوتشر قدر يخطف جون واثنين وثلاثة واربعة. نتكلم عن شوية أداء فردي للاعيبة، زي مثلا عمر كمال انت لاعب عالي قوي، لعيب عندك إمكانيات رهيبة، عندك إمكانيات حلوة جدا، بتعرف ان انت تتعامل واحد على واحد، وبتعرف ان انت تلتحم بدنيا، وبتعرف ان انت تعمل حاجات كتيرة جدا. طيب عمر كمال، انت كان عندك امبارح حاجة واحدة عايز اتكلم فيها. يعني انت كلاعب كورة مفيش كورة بينك وبين الخصم ما ينفعش تضربه. انا كان نفسي اعمل لكم الحركة، بس هو فعلا رفص اللعيب. طب لو كان رفصة اللعيب دي، حكم الفار قالوا حكم الساحة تعالى لي بص كده، بص في حاجة، بس هوريك حاجة، بس تعالى بس هوريك حاجة، فيروح يشوف حضرتك بتضربه، هيديلك طرد على طول، لان ده ضرب من غير كورة معروفة، وكمان ضرب مباشر. يعني رفصه، انا نفسي اعمل لك الحركة قوي، هو رفصه. لو انت كنت خدت الطرد ماذا بعد؟ انت استفدت ايه؟ لكن انت مش هتستفاد حاجة غير ان انت هتأثر بالسلب على فرقتك. انت هتخلي فرقتك اللي كانت محتاجة، يعني مش محتاجة، هي كانت في عرض كل لاعب في الملعب. كون ان انت تاخد طرد وتطلع من ماتش زي ده مهم لناديك، فانت كده عندك، يعني مش عايز اقول قلة خبرة، لان انت لعيب عندك خبرة كبيرة، بس انت كانت دي حركة تهور. اتمنى ان انت يعني ما يبقاش فيه تهور تاني. نادي فيوتشر اللي كان بيلعب بطريقة كويسة في الشوط الثاني، وفي الشوط الثاني هو فعليا هلهل ابو رانيا. هتقول لي مين ابو رانيا ده؟ هقول لك ده الحارس بتاع سنجيدة، هو اسمه حاجة زي كده، اسمه غريب. هو طول الماتش امبارح جاي معاه ان هو ابو رانيا. حلو الكلام. خلينا بقى نروح لحاجة تانية، بس انا عايز اقول لك على حاجة قبل ما نروح للنقطة التانية. هل ريمونتادة فيوتشر والزمالك هل كانت صدفة، ولا كان يعني مجهود ولعب ويعني اصرار ان انت توصل؟ هنشوف الكلام ده، هنعرف الاجابة في الماتشات اللي جاية، واتمنى ان احنا الماتشات اللي جاية تكون بنفس الريتم بنفس القوة للاعيبة، اللي نقدر نثبت نفسنا كأندية مصرية، لان الأندية المصرية ليها مكانتها الكبيرة في مصر في مصر عامة، وفي افريقيا. هقول لك على حاجة كنت المفروض اقولها لك امبارح، وهي ان الشركة الايطالية المنظمة للسوبر الافريقي اللي هو البطولة المستحدثة طلبت امبارح من اتحاد الكرة انه يلعب ماتش النادي الاهلي اللي هو اول ماتش بالساعة الكاملة للجمهور. فجاء النهاردة، والخبر ان شاء الله اكيد جاء النهاردة، اكد على موافقة اتحاد الكرة لطلب الشركة الايطالية على استيعاب الملعب الكامل لجماهير النادي الاهلي. ان شاء الله نشوف ماتش جامد قوي بين الاهلي وسيمبا التنزاني، ان شاء الله هيكون يوم 20/10، ودي افتتاح البطولة اللي هتقعد حوالي 18 يوم شغالة. هنتكلم تاني عن جوائز المالية للبطولة. الفائز هياخد 4 مليون دولار، والوصيف 3 مليون دولار، ونص النهائي يعني الاربع فرق اللي هتوصل مربع ذهبي، في منهم فرقتين طبعا مش هيكملوا لاخر البطولة، دول كل فرقة فيهم هتاخد 1,700,000 دولار. المشاركة بس لكل فرقة 1,000,000 دولار. طبعا ده في حالة توديع البطولة من ربع النهائي. طبعا هي البطولة تبدأ من ربع النهائي اللي هو دور الثمانية.
اتحاد الكرة اللي اتكلم على لسان محمد ابو الوفا رفض احتجاج انبي تماما، زي ما انا قلت لك في الحلقة اللي فاتت او اللي قبلها ان انبي احتج انه يلعب في السوبر المصري للبطولة الجديدة، ولكن اتحاد الكرة رفض تماما. اتحاد الكرة على نفس لسان الأستاذ محمد أبو الوفا مقتنع جدا برئيس لجنة التحكيم وهو بيريرا. مقتنع بيه. هو كان في الأول الراجل ده قال أنا مش مقتنع ببيريرا، ولكن دلوقتي اقتنع لأن هو شايف إن الراجل شغال على الانضباط التحكيمي. في شوية غلطات تحكيمية، لكن هيقول لك غلطات بشريه. وكلنا عارفين الواقعه بتاعت ليفربول، يعني كان ماتش رهيب تحكيميا، في طرد وجون اتلغى وحاجات غريبه طبعا بتحصل في اي حاجه. وطلع اتحاد الكره الانجليزي قال لك دي اخطاء بشريه، وقام جاي ليفربول قال لك احنا هنصعد المشكله وهنتكلم وي وي وي. ففي اي حته في اخطاء تحكيميه بلاش ان احنا نحط الضغط على حكامنا، علشان الحكم نفسه لا يفقد الثقة في نفسه. يعني من كتر الضغط على الحكام هو ممكن يعني يفقد الثقة، يقول أنا الناس بتشتكي مني أنا حكم مش كويس. رابطة الأندية اللي ما شاء الله أي حد بيطولوه، انتوا عارفين هو اللي بيطولوا بيزعلوا. بس الناس دي بتعمل ايه؟ الناس دي من الجولة التانية نزل كمية غرامات وجزاءات على مش هقول لك على اللعيبة، لا ده على ناس كتيرة قوي. اولا مترجم نادي الزمالك، ثانيا عامل غرفة ملابس نادي الاسماعيلي ونادي المقاولين. نادي المقاولين اللي خد غرامة 20,000 جنيه بسبب ان اللعيبة كلها الاحتياطي نزلوا الملعب في ساعة الاحتفال بالهدف، وهو هدف التعادل مع نادي الزمالك اللي كان في الدقايق الأخيرة. نادي الإسماعيلي اللي خد نفس الرقم جزء 20,000 جنيه بسبب السب الجماعي، ودي حاجة نتمنى كلنا ان احنا ما نشوفهاش في الكورة. يعني احنا جايين نلعب كورة، جايين نستمتع، جايين ان انت تمتع الجمهور. ملهوش داعي ان انت تكون لعيب او اداري لسانك متسلط، يعني بتشتم يعني بتغلط كتير، لان دي مش الكورة عامة بقى، دي مش كورة، دي قلة أدب. مترجم نادي الزمالك اللي احتج احتجاج على الحكم. هو ماشي يا عم، ممكن تكون انت انتمائك اللي خلاك تعمل كده، بس ده مش شغلك. يعني ده مش شغلك. في ناس كتيرة قوي على الدكة قاعدة معاك تقدر انت تحتج. شبه مدير الكورة، كلنا عارفين سيد عبد الحفيظ كان بيعمل ايه. كان ممكن ينزل يجيب الحكم ده يديله بالدماغ، ما انت ما تزعلنيش، بس ده مدير كورة. عندك عبد الواحد السيد ما عملش حاجة. طيب أوسوريو نفسه ما احتجش الاحتجاج اللي انت احتجيته، واللي كان السبب في عقوبته إيقاف 4 مباريات وغرامة 20,000 جنيه. نروح لعامل غرفة الإسماعيلي. عمل ايه بقى الراجل ده؟ الراجل ده كان موقوف السيزون اللي فات، ومع بداية السيزون الجديد اتوقف تاني لحد الدور الأول. يا عم الحاج، انت شغلك في النادي داخل غرفة الملابس. طيب على الدكة ملهوش ان انت تروح لدكة بدلاء او الدكة بتاعة نادي الاتحاد وتستفزهم بالاهداف. يعني انت بتجيب جون، افرح واتبسط يا حبيبي، اتبسط. اي واحد في اي فرقته بتجيب جون بيفرح وبيتبسط، لان دوت حاجه غير اراديه. انت غير ارادي معاك كده هتتبسط وهتفرح وهي جون وبتاع. ملهوش داعي ان انت تروح لدكه البدلاء وتستفزهم. فانا شايف ان ديت حاجه كويسه جدا من رابطه الانديه، ان هي بتنزل عقوبات على الجميع، ودي حاجه هتساعد ان الجميع يلتزم التزام تاما باللوائح والقوانين الرياضيه لكره القدم. فيتوريا وهو مدير الفني لمنتخب مصر اللي طلع تصريحات عجبتني قوي. الراجل اتكلم عن 3 حاجات بالتحديد. اول حاجه وهي الاصابات. قال لك احنا الفتره اللي فاتت كنا بنعاني من الاصابات، وكانت الاصابات بتيجي للعيبه مهمه جدا داخل الفريق.
اتمنى ان احنا في كاس افريقيا ما يحصلش معانا الاصابات دي. واتكلم تاني عن اراده اللعيبه ان هم يحققوا بطوله دوليه مع فرقتهم اللي هي منتخب مصر. طيب اللعيبه دي معظمها وعلى راسهم محمد صلاح لم يحقق بطوله دوليه مع منتخب بلاده. اللعيبه كلها عندها الامل ان احنا نلعب، لا احنا نلعب ونحقق بطوله يا جماعه، يلا احنا سكواد كويس، عايزين ان احنا نشتغل على ده. الراجل اتكلم برضو عن حاجه تانية، وهي ان المنتخب الوطني خسر 2 نهائي ورا بعض. طيب هل دوت يكون ده اللي هو اتكلم عليه بقى، هل ده يكون دافع للاعيبه دي ان احنا لا مش هنخسر تاني، احنا بنوصل يبقى نكسب؟ هل انت من وجهة نظرك شايف ان المنتخب قادر على ده ولا لا؟ بالمناسبة المنتخب الوطني للسم قدر انه يغلب ألمانيا ويوصل للدور نص النهائي لكأس العالم. احنا عندنا حاجات جميلة بتحصل ولكن بتبقى بعيدة عن المنتخب الأول. زي ما احنا طبعا عارفين منتخب الشباب اللي كان عامل موسم عالي قوي في البطولة الأفريقية اللي عدت من فترة. يبقى ان شاء الله نتمنى ان المنتخب الوطني بتاعنا الاول نشوفه متوج افريقيا اللي وحشتنا عامة كمصريين. انا مش عايز اتكلم كتير عن الموضوع ده عشان الموضوع ده بيضايقني. هنتكلم عن نادي الزمالك عن حاجتين كده. خلينا بس نبدأ بمحمود علاء. انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ الفرقه رجعتك عشان محتاجاك، مش عشان انت لعيب جامد، لا هم محتاجينك عشان هم ما عندهمش قيد، هم مش عارف يقيد لعيبه فهو مش عارف يجيب مدافع. انت فاهم؟ هو مش عارف يجيب مدافع فاضطر انه يرجعك، مش من جمالك. فانت عمال يعني انت خدت الغرامه اللي نادي الزمالك نزلها عليك مش عشان كنت بتلعب في الماتش، ومش عشان الطرد اللي انت خدته في الماتش مع اول مباراه ليك مع نادي الزمالك عامه يعني. تمام؟ بس انت خدتها ليه؟ خدتها عشان انت، هرجع اقول لك تاني، متسلط اللسان، شبه الفرقه بتاعت الاسماعيلي، متسلطين اللسان، ودي حاجه وحشه في الكوره. انت في التمرين يا محمود يا علاء بتشتم وبتتعارك في التمرين، ايا كان السبب، الله اعلم ايه السبب، بس ده غلط، ده غلط. نادي الزمالك اللي وقف محمود علاء ونزل عليه عقوبة كبيرة، يعني انت كلاعب لسه راجع للنادي، بدل ما تقول لهم يا مرحب وحشتوني، براجع تقول لهم ادوني يلا عقوبات وجزاءات وخلوني ما العبش كوره، انا جاي اعكركم واقدركم. يبقى يا حبيب قلبي كنت خليك في النادي الاتحاد او خليك قاعد على الدكه، ما تلعبش كوره بقى، تلعبش كوره. انت جاي تشتم، العب كوره في الشارع، في الشارع بيشتموا بعض عادي، فاهم انت؟ انما انت في نادي، احترم ناديك، احترم ناديك. هنروح بقى لاخر حاجه لنادي الزمالك، اللي هو تقريبا كل واحد بيرشح نفسه لرئاسه نادي الزمالك ما بيتكلمش غير على كهربا. دكتور هشام نصر اللي قال لك احنا بنعمل جاهدين على جبر محمود كهربا لدفع الغرامة أو تجميد أمواله وإيراداته من الإعلانات ومن النادي الأهلي. يا عم الحاج، في قضية شغالة وفي محاميين وفي ناس وفي دنيا وفي الاتحاد الدولي للفيفا بيتكلم في المشكلة ديت، وفي ناس كتيرة قوي متابعة المشكلة. انت كواحد مرشح نفسك لرئاسة النادي، ركز الاول، ركز طبعا مشكله كهربا مشكله هتحل ازمه كبيره لنادي الزمالك، بس في حاجات تانية ممكن تكون اهم من نادي الزمالك، وهي الاستقرار النفسي والمعنوي للاعيبه والجهاز الفني. وما بتكلمش على الكوره بس، انا بتكلم عن النادي عامه، ان كل اللعيبه اللي في النادي، كوره سله طايره اي لعبه، ركزوا في الاستقرار لنادي الزمالك. يا عم قلدونا، قلد نادي الاهلي، شوف الاستقرار. عندنا مشاكل في النادي والله، بس في استقرار، في استقرار للعيبه
الاستقرار النفسي والمعنوي بيدي اللعيبة دي حماس ان هي تلعب. انما انا كلاعب بلعب عندك شايف ان انت رئيس نادي جديد بالنسبة لي او مرشح نفسك، بتتكلم على ازمة كهرباء وسايب الازمات اللي احنا عايشين فيها جوه. طب حل الازمات اللي احنا كلاعيبة بنمر بيها، وبعد كده حل ازمتك الادارية للنادي. نتكلم بقى شوية عن النادي الاهلي. وكنت طبعا حابب ان انا اختم الحلقة عن النادي الاهلي لان في شوية تفاصيل هنتكلم فيها، وهي من ضمنها عودات حلوة قوي كلنا هنتبسط بيها اقولها لك في اخر الحلقة. بس الخبر الاهم والابرز النهاردة وهو اعلان كولر او سماح لكولر، او خلينا نقولها بالطريقة ايه الحلوة، اعطاء كولر الاشارة الخضراء لادارة النادي الاهلي بانهاء صفقة احمد فتوح، وهيكون ان شاء الله بانتقال حر. احمد فتوح كاحمد فتوح بقى، بعيدا عن الزمالك وبعيدا عن الاهلي وبعيدا عن اي انتماءات، هو لعيب كوره محترم، لعيب كوره من الناس الكويسه، لعيب كوره اللي لو جه الاهلي فعلا يسد مكان علي معلول. هو يعني في فروقات بين علي معلول وفتوح، ولكن فتوح الكفة عنده تكسب من وجهة نظري بعامل السن، ان فتوح لو جه الاهلي هيديك 3-4 سنين كمان، انما علي معلول ما جادرش خلاص، نجم. وانا من الناس اللي بتموت في علي معلول، يعني انا واحد من الناس بشوف علي معلول بفرح، ايا كان بقى صورة فيديو بيلعب باي حاجة بشوف علي معلول بتبسط. اسطورة من وجهة نظري النادي الاهلي الحالية هو علي معلول. هل انت بقى، عايزك تسيب لي رأيك في الكومنت، هل انت شايف ان فتوح من الممكن ان يأتي الاهلي؟ يعني انت شايف؟ من وجهة نظري انا اقول لك ممكن ومش اكيد، لان برضو نادي الزمالك محتاج اللعيبة فاكيد هيجدد. واللي انا عارفه يعني ان الخلافات اللي مع فتوح وادارة نادي الزمالك يعني ما بقتش حادة زي الاول. فهل من الممكن فتوح في الاهلي، ام فتوح يكمل مسيرته في نادي الزمالك مع شهر يناير؟ لمعلوماتك فتوح هيبقى لعيب حر من بداية شهر يناير، لان هيبقى فاضل على عقده تقريبا 6 شهور، او تقريبا العقد هيخلص خالص مع نادي الزمالك. وانا برضو ليا وجهة نظر تانية، لو كان الزمالك هيجدد للاعيب كان جدد له، او ممكن الزمالك معرفش يجدد للاعيب بسبب ايقاف القيد. فاحنا هنشوف ايه اللي هيحصل في الايام اللي جايه، وانا اتمنى ان يكون فتوح في النادي الاهلي. طب تعالى قول لي يا عم محمد، هل انت دلوقتي عمال تقول لي فتوح ولاعيب كبير وكده، انت شايف ان في لاعب تاني يستحق يبقى يجي مكان فتوح او يكون بديل لعلي معلول؟ هقول لك ومن مصر. بس هو في حاجة واحدة بس ممكن تكون العائق لمستر كولر، وهي عامل السن، وهو عمر كمال. اللعيب ده زي ما قلت لك في الأول هو لعيب حلو قوي، لعيب جميل، يعني بمعنى أصح يعني حتة تقيلة، هاته بس، هاته دي من وجهة نظري. لو هنجيب لعيب محلي بيلعب في المركز ده، ما عندكش غير 2 أو 3 في مصر عامة، على رأسهم علي معلول، احمد فتوح، عمر كمال. موديست اللي اداره النادي الاهلي اكدت على ان اللاعب، هي الاداره اللي في يعني الجهاز الاداري، يعني الجهاز الفني، قالوا ان اللاعب جاهز فنيا وطبيا وبدنيا، ولكن مشاركته في مباراه انبي في يد مارسيل كولر. طب يا مارسيل كولر، هل انت هتدفع باللاعب في ماتش انبي ولا انت مستني ايه؟ مستني التأهيل البدني والتأهيل النفسي للاعب والتأهيل الطبي وكل الحاجات دي بقت تمام وزي الفل، انت مستني ايه؟
عودة رضا سليم واللي كانت مقلقاني شوية لأن هو كان عنده كدمة في الركبة. الحمد لله اللاعب النهاردة نزل التدريبات الجماعية للنادي الأهلي وهنشوفه قريب بإذن الله. كهربا اللي عايز بقى أتكلم عنك شوية. كهربا العب كورة، أتمنى يعني كان نفسي قوي ان انت تسمع الكلمتين دول. العب كورة، انت لاعب كبير، ما تفكرش في الازمة اللي عندك، ان شاء الله هتتحل وربنا كبير جدا. ربنا فوق اي حاجة. انت في ثانية كده هتلاقي امورك اتحلت. ركز في الملعب يا كهربا، العب كورة، ارجع تاني للريتم التهديفي بتاعك. ارجع تاني للريتم التهديفي بتاعك لان انت ما شاء الله عليك من اللعيبة اللي بيعرف يتحنكش في الكورة ويخلصها. يعني هو في منطقة الجزاء كده العب لكهربا، بتلاقي كهربا بيقع بس شاط الكورة. من اللعيبة اللي بتعرف تتحنكش. يعني انا هقع بس الكورة دي هتتشاط، طلعت بره، طلعت يعني دخلت جون او طلعت بره، ففي تلك الحالتين انت كلاعب كورة مميز لان انت يعني شرس على المرمى، سواء بيتضيع او بتحط اهداف. لكن مع كثرة الفرص اكيد هتحط كرة واحدة جون على الاقل. فارجع يا كهربا لمستواك، ربنا كبير جدا وان شاء الله ازمتك هتتحل. اكرم توفيق اللي تقريبا تاني مرة اكلمك عليه، وهو كولر اداله درس. كولر النهاردة او امبارح قال له تعالى يا حبيبي نقعد شويه نشرب كوبايتين شاي انا وانت. قال له بس معلش بقى يا اكرم، مش هنعرف نشرب حجرين معسل عشان احنا ناس رياضيين، فنشرب ايه؟ كوبايتين شاي بس. قال له اتفضل يا عم كولر، عايز تقول لي ايه؟ قال له بص يا حبيبي، انت قوي وجامد ولاعيب جسمانك البدني عالي، وانا عارف ان انت بتاخد كلام الجمهور على قلبك وعلى صدرك، فانا عايزك تهدى كده وتتريث، العب بدماغك، العب بالقوة العقلية وليس القوة البدنية. قال له بالنص كده، قال له انا عندي استعداد اخسر الماتش بس ما اخسرش اكرم توفيق تاني. دي حاجة تثبت ان كولر محتاج اكرم توفيق. لمعلوماتك او دي من وجهة نظري، اكرم توفيق هو من اللعيبة اللي ممكن تقعد محمد هاني، بس في الحالة اللي محمد هاني فيها ديت صعبة ان اكرم اللي يريح هاني حاليا، لان اكرم برضو راجع من اصابة وهيكون كولر حريص على اكرم اللي قال له انت هتلعب 30 دقيقة او اقل. فاحنا هنشوف اكرم من الدقيقة 80 او من الدقيقة 75 او الدقيقة 70 بيلعب مكان محمد هاني، او اللي انا حاسه ان اكرم هيرجع لمركزه الطبيعي قبل كابتن موسيماني. وكلنا عارفين او ممكن يكون في ناس مش عارفه، وهو كان بيلعب في مركز نص الملعب المدافع وهو الديفندر. كقوه اكرم البدنيه تسمح له ان يلعب ديفندر. وبكده نكون خلصنا حلقه النهارده، وسيب رايك واديني اجابه السؤال بتاعك على احمد فتوح. ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.